السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. بالنسبة للزال الغنم حتى لشهر 6 إن شاء الله باقي الشهير هذا يدوز، وهذيك الساعة غادي يدز إن شاء الله. علاش؟ لأنه واخا كيبان لكم الجو سخون، راه الجو متقلب مزاييش، وفي الليل بالأخص في الليل راه تيولي البرد. يعني النعجة كانت سخونة وشوية جاها البرد، شوف غير انت ملي كتكون لابس مزيان شوية كضرك الصهد وكتحيد الحوايج كيضربك البرد لما كنتيش مولف. دابا داكشي اللي كيوقع في البهايم، تتكون دابا سخونه كيجي البرد كيضربها. هادشي معروف من القديم، حنا ماشي بحرا. يعني هنا في قلعة سراغنا تقريبا من نهار نعقل انايا ما كيدزو حتى لشهر 6. هاد الغنم هادي دابا اللي كتشوفوا فيها دابا راه مدزوزه في شهر 6 ديال العام اللي فات كلها، وهي بخير الحمد لله. لان الا دزيتيها وطاحت عليها الرعده راه صافي، راه ما بقاتش الغنم هذيك. الرعدة إلا صبت على النعجة وهي مدزوزة راه تصيفط معاها. أما ونجاوب هذوك الناس اللي كيقولوا وما النعجة العريانة في شهر 1 وشهر 3 وشهر 2 عادي مالاش كيدير هاد البرد. الجواب ساهل، لأن في هذاك الوقت في شهر 12 و1 و2 و3 كاين جو واحد صافي، بارد الحال بارد الحال. هادشي اللي كاين، ماشي بحال دابا كاين الرعدة مرة سخون مرة بارد. لأن دابا المنزلة بنا نخرجوا من البرودة ندخلوا الصيف، هذه هي اللحظة اللي صعيبة. والله يصاوب. المهم هذه وجهة النظر ديالي، واللي عنده شي نصيحة ولا شي حاجة يكتبها، نتقبلوا الآراء ديالكم. كاينين كسابة كبار دزو، ولكن كله كيفاش كيخدم، كله كيفاش كيفكر. المهم حنا ما كندزو حتى لشهر 6 ان شاء الله، باقي شهر عاد غادي ندزو باذن الرحمن، ونوريوكم ان شاء الله ديك الساعه طريقه الدزان. يلا اللهم يسر.